الهجاص بيهاجم زيزو بعد ماتش كهرباء اسماعيليه، وقال ان زيزو بيدعي الاصابه. تمام، فانا هسال الهجاص بعض الاسئله يعني. هو اولا، هو انت بتعرف اللي جوه النفوس؟ يعني انت عارف ان جوه نفوس الناس ايه؟ اللي جوه قلوب الناس انت عارفه ايه؟ عارف نوايا الناس يعني ولا ايه؟ ده السؤال الاولاني. طيب هو انت ما تعرفش ان في اشاعات وفي دكاترة بتكشف؟ يعني دي مهمة جدا، نقطة مهمة. في اشاعة، معلومات ليك يا هجاص، ان بعد الاصابة بيتعمل حاجة اسمها اشاعة بالرنين، وفي دكتور بيكشف على اللاعب، بيحدد مدى الاصابة طبقا للاشاعة، وبيحدد مدة غيابه قد ايه، وبيحدد البرنامج التأهيلي اللي هيتعمل له بناء على الاشاعة اللي اتعملت له. تمام، وبيتابع الحالة استجابته ايه للايه للتأهيل. دي معلومات انت ما تعرفهاش لان انت هجاص. تمام. طيب، وعايز اقول لك برضو يا هجاص ان الحقد والغل اللي انت بتعمله، هو الفكرة مش زيزو، هو الفكرة الاهلي. حقده وكرهه للاهلي ايا كان بقى، فهو بقى جه في مين؟ جه في زيزو، وقبل كده في امام، وقبل كده مش عارف في مين. فهو كده، هو حقد وكره على الاهلي. فطبعا عايز اقول له ان النار بتاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. دي حاجه. والحاجه التانيه، عايز اقول له ان انت باللي انت بتعمله دوت، الكره والحقد اللي على الاهلي دوت، وان انت عمال تشتم، بقت نكتة بايخة. يعني بقى ايه، الناس مثلا كانت الاول بتتابعك وبتتفرج عليك علشان الكلام ده، عشان الترند وعشان الريتش والكلام من ده. الموضوع باخ فكتر، فلما كتر اتعرف، فبقى زي النكتة البايخة اللي كل شوية هو نفس الكلام. يعني انت قبل ما تشوف رضا عبد العال او تسمع منه هتبقى عارف هو هيقول ايه، خلاص كلامه اتحفظ. فاهم ازاي؟ فهي الفكرة هنا، انت بني ادم هجاص، والهجس بتاعك اللي انت بتهجس بيه على الناس دوت خلاص اتكشف، الناس كلها بقت عارفاه. الموضوع انتهى اساسا، كله بقى عارف الكلام اللي انت هتقوله، ان انت هتهاجم الاهلي، ان انت هتهاجم لعيبة الاهلي، ان انت مش عاجبك اي حاجة ايا كان بقى اللي موجود، مش عاجبك اي حاجة او اي حد. فهي دي فكرتك، انت هتفضل طول عمرك بتفكر بالطريقة دي.